عبر العربية. هل تجد هذه المرة ولو ظللنا في إطار التطمينات وليس الضمانات، ولكن هل ترى هذه المرة تطمينات أكثر جدية، أفضل، أكثر مصداقية بالنسبة إلى دول الخليج؟ مساء الخير. إذا كانت واشنطن سعت لطمأنة دول الخليج شفويا وبالأقوال قبل الاتفاق وخلال الاتفاق النووي وبعد الاتفاق النووي، فأعتقد أن اليوم كانت الخطوة الحقيقية الأولى نحو تغيير ولو جزئي فيما تقدمه واشنطن لدول الخليج من طمأنتها على أرض الواقع وليس فقط كلاميا. كان الوزير كيري قد صرح للشرق الأوسط في 21 من الشهر الماضي أنه واشنطن تعد استراتيجية شاملة بالتعاون مع حلفائها الخليجية لصد إيران وإيقاف أطماع إيران. ربما ما تحدث عنها الوزير اليوم هو جزء من هذه الاستراتيجية، ولا زلت أقول جزء من الاستراتيجية الإيرانية، الاستراتيجية الأمريكية مع دول الخليج، وليس كلها، لأننا في النهاية لا نريد أيضا أن يكون هذا الاتفاق النووي بوابة لفتح سباق للتسلح في المنطقة بقدر ما هو محاصرته. المشكلة الأخرى سيدي أن الولايات المتحدة حتى الآن في تصريحات جون كيري كما ذكر تقريركم قبل قليل يقول أن عقدنا في فيينا صفقة نووية، ولا يمكن التأكد من نوايا إيران ومن سلوك إيران الذي وصفه في وقت سابق بالعدواني إلا من خلال التصريحات الإيرانية. هل يمكن تقنعنا واشنطن أن التصريحات الإيرانية نحن أو واشنطن قد نطمئن لإيران بالتصريحات؟ بل أنه أزيدك من الشعر بيت. بعد الاتفاق النووي وفي خطبة العيد هاجم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي السعودية بالاسم وكذلك البحرين، وقال أنهم سيدافعون عن ما أسماه الشعب المضطهد في البحرين ثم ما كشف عنه من خلية إيرانية. وقال وزير خارجية البحرين حينها أنه مستعد لأن يثبت لنظيره الإيراني أن هناك أدلة تدين الحرس الثوري. إذن إيران تستخدم هذا الاتفاق للاستمرار في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومع ذلك فإن واشنطن ودول الغرب تتفرج. أعتقد أن يجب أن نفرق أخي طالب بين الاتفاق النووي والذي إذا كان فعلا يمنع إيران نووية فإن دول الخليج ترحب فيه، وبين استخدام إيران لهذا الاتفاق وهو ما رأيناه خلال 3 أسابيع فقط من توقيع الاتفاق، فكيف سيتم في المرحلة القادمة؟ طيب، هل تعتقد أستاذ سلمان بأنه عدم قدرة أو عدم نية الولايات المتحدة تقديم الضمانات بل التطمينات سيدفع بدول الخليج إلى الضغط على الولايات المتحدة أكثر لتقديم المزيد فيما يتعلق بملفات أخرى ساخنة تهم الخليج، خصوصا في موضوع الملف السوري، وأربط ذلك بتصريحات أردوغان فيما يتعلق ببوتين ويعني علاقته بالرئيس السوري؟ يعني لنكون متفقين، عندما لا تعطي واشنطن الطمأنينة الحقيقية لحلفائها ومع معرفة الفارق بين حجم الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول الخليج، إلا أن مستقبل المنطقة مرهون بتفاهم أكبر بين واشنطن والعواصم الخليجية. إذا ظلت الأمور كما هي معلقة حتى الآن أو كما يبدو لنا كمراقبين معلقة وغير واضحة، فأعتقد أن الاختلافات ستكون أكبر وستؤثر على قضايا أخرى. دعني هنا أخي طالب فقط أن يعني أعلق على ما قاله السيد خالد العطية وزير خارجية قطر اليوم، عندما قال أن الاتفاق أصبح أكثر، أو ممكن القول أنه أكثر أمانا لدول الخليج. أنا أختلف مع السيد خالد العطية. الاتفاق ليس أكثر أمنا وليس هو صفقة رابحة لدول الخليج، وكان بالإمكان أن يكون أفضل من ذلك. وعلى الأقل يجب على دول الخليج أن لا تشعر الأطراف جميعها أنها راضية عن هذا الاتفاق بقدر ما تقول رأيها بصراحة. يجب أن تكون الأمور على الطاولة أفضل من أن تكون تحت الطاولة. أشكر وجودك معنا الليلة أستاذ سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط من لندن.